حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جولة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله تستفادوا منه ولو بحاجة بسيطة. واخداكم معايا النهاردة ورايحين العتبة. انا كده طالعة من محطة مترو العتبة يا جماعة، طالعة اتجاه جراج العتبة. تمام، عشان في اتجاهات كتير جدا وابواب كتير جدا للمحطة، فخلي بالكم. ادي في وشي بيت المحجبة وفي ظهري محطة مترو العتبة، ودي اول فرشة شنط هتقابلنا موجودة على ايدك الشمال وانتي طالعة من المحطة. خلي بالكوا عشان انا النهاردة جايبالكوا جولة في 4 محلات شنط المدارس، عشان الناس اللي لسه ما اشترتش زي حالاتي تعرف رينج الاسعار من المنبع زي ما بيقولوا، لان دي اساس الشنط. اي حد واي محل بيفرش شنط بينزل يجيب شنطه من العتبة. تمام كده؟ حطوا لايك للفيديو، كومنت حلو زي كده، وتعالوا اقول لكم ان كل الشنط اللي قدامنا دول ب400 جنيه. اي شنطه من اللي انتوا شايفينها دول شنط مدارس يا جماعه، مش دروس. تمام. في الشنط اللي هي 3 قطع اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي المجسمه دي، معرفش ليها اسم كده بس انا مش عارفاه الصراحه. المهم ان الشنطه فيهم ب550 جنيه. وخلي بالكم ان دايما ال50 جنيه اللي فوق دي بتصير، يعني في فصال فيه. تمام كده. يعني في شنط كتير هوريها لكم، وبراند موملي دي بصراحه حلوه جدا، جايبه منها السنه اللي فاتت لابني. اللي هي الموملي دي عجبتني قوي، بس مش عند الراجل ده، عند اخر واحد مصورين عنده في الفيديو النهارده. الشنط اللي قدامكم دي كلها ابتدائي لاولاد وبنات، وزي ما قلت لكم 550، ولو فصلتوا هتاخدوها ب500. اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مقاس 20 ب280 جنيه. تمام كده. وفي منها مقاس 16 وتمنها 200 جنيه. 200 جنيه الفرق بين ال16 وال20، 200 و280. ادي اللي ب200 جنيه اللي قدامكم دول، الصف ده والصف اللي فوقيه. لكن الرصاصي دي مقاس كبير، بصوا السودا دي ب200 عشان دي مقاس 16. الرصاصي بقى مقاس 20 فتمنها 280 جنيه. وبرضو ده مش كلام نهائي يا جماعة، ده مش كلام تصوير، ده كلام حد بيشتري شنطة. انا رايحة اشتري شنطة لابني فبسعر وبوريكم الاسعار برضو عشان نبقى احنا ايه على ثقة. يعني دي كمان ب200 جنيه اللي هي الزرقاء دي مقاس 16، والمقاس الكبير بتاعها مقاس 20. تمنها 280. كمان اي شنطة لابتوب عنده تمنها 400 جنيه. وعلى فكرة بيبقى الخامات بتختلف، يعني ممكن نفس شكل الشنطة دي هنشوفها قدام شوية تمنها 240 جنيه وللدروس، ولكنها مش نفس الخامة او الماتيريال اللي قدامنا دي. يبقى شنطة اللابتوب اللي شفتوها تمنها 400 جنيه. تمام. دي ارقام المحل، وده اول محل شنط على يدك الشمال لما تطلعي من محطة مترو العتبة. هاخدكم برضو ونروح المحل اللي بعديه على طول عشان نشوف تشكيل الشنط. سبحان الله، رغم ان هم فاتحين جنب بعض واساس الشنط هي العتبة، الا ان كل واحد فيهم عنده شغل مختلف تماما. صحيح في حاجات مشتركة زي مثلا شنط السفر اللي انتوا شايفينها دي، الحجم ده تمنه 500 جنيه، والحجم اللي بعديه تمنه 850 جنيه اللي هو الاكبر. تمام. هوريها لكم برضو، ده الحجم اللي بحكي لكم عليه اللي هو تمنها 850. تمام كده يا حلوين. كلهم تقريبا بيقولوا لك نفس السعر لانك بتسالي وبتمشي، لكن لو انت قاصده تشتري فهم يعني بيبقوا عارفين الزبون اللي بيشتري وبيتهاونوا معاه شويه في البيع والشراء. يعني كلهم عندهم الاسعار قبل الانفصال، لكن بحاجه بسيطه، يعني 50 كده بتصير ولا حاجه، الموضوع بيمشي. بعد كده هنروح لتاني محل معانا في الفيديو النهارده، وهو محل عم احمد. عنده تشكيله حلوه قوي قوي من الشنط، ان شاء الله تعجبكم. عنده المستورد وعنده المصري وعنده الشعبي وعنده درجات كتيره قوي موجوده عنده ان شاء الله، يعني تستفادوا من الجوله دي. يعني مثلا دي عنده تمنها 350 جنيه، تنفع دروس وتنفع مدارس، وزي ما قلت لكم الاسعار قبل للتفاوض البسيط. وعنده تشكيله كبيره من الشنط، سواء ال3 قطع اللي موجوده ب550 جنيه تمشي 500. وعنده كمان الشنط المستورده زي الشنطه اللي هوريها لكم دلوقتي. الشنطه دي يا جماعه كلمه تحفه عليها قليله، خامات مستورده بالكامل، تقفيل مستورد بالكامل. شايفين الشنطه من جوه عامله ازاي؟ الشنطه تحفه بمعنى الكلمه. انا كان نفسي قوي في واحده زيها تكون اولادي، سعرها مناسب جدا للخامه بتاعتها، يعني تحفه. بس للاسف الوانها كلها اللي عنده بناتي بس. عنده كمان الشعبي اللي موجود في الاسواق، سواء سوق التلات سوق الخميس وكل الاسواق هتقابلوه. تمنه بيوصل لحد 350 جنيه، من 280. وفي 200 اللي هو سنة أولى وتانية ابتدائي وحضانة، دي ب200 لحد 350. الشنط اللي تنفع حتى بتوع الجيش، يعني فاهمين، اللي هي الشنط الكبيرة قوي دي توصل ل350 جنيه. تمام.
عنده كمان الشنطة اللي انتوا شايفينها دي بكل الوانها للدروس ب240 جنيه. خامتها حلوة، الوانها معقولة، وحجمها معقول للدروس، وتمنها 240 جنيه، وبرضو في فصال شوية. تمام. هاخدكم برضو دخلكم جوه كده نشوف بعض الحاجات اللي موجودة عنده. دي الشنطة الشبيهة لشنطة اللابتوب اللي حكيت لكم عليها، تمنها 240 جنيه. تنفع للدروس فقط لانها خفيفة، ما تنفعش مدرسة، وكمان مش مبطنة فما تنفعش لابتوب. هي شكل شنطة اللاب بس هي يا جماعة للدروس. تمنها 240 جنيه. اي شنطة دروس عنده خفيفة كده تمنها 240 جنيه. كنت انا بقى بدور على شنطة تكون خامة حلوة وسعر حلو، فمش عايزة الشنط الشعبي او المجسمة المنفوخة دي، لا عايزة شنطة كده تكون لطيفة. فجاب لي دي. فانا كنت بقول له يجيب لي واحدة زي البينك اللي وريتها لكم اللي هي ب550 بس يكون لونها اولادي. فجاب لي دي شوية قريبة منها بس طبعا الخامات مختلفة تماما. حتى السعر دي 450 بس كويسة مش وحشة. تمام، يعني هي كويسة. وفي منها اشكال تانية هوريها لكم، هي على كذا لون يعني، وفي منها اسود خالص. وقلت لكم 400 و 450 وممكن تمشي 400. وايدي كل شويه بتروح على اللي هي البينك دي. بس لو انت عايزه شنطه تكون خفيفه على ابنك ولطيفه في نفس الوقت وخامتها حلوه وعمليه، الشنطه دي كويسه. تمام. ده تاني واحد تحت السنترال العتبه، تاني واحد على طول يا جماعه. صاحب المحل اسمه عم احمد، بعد زازا على طول. هوريكم بقى دلوقتي اختها كده على نفس الشكل بس بالوان مختلفة، او نفس الخامات يعني بس الوان مختلفة. زي ما قلت لكم هو بيقول ب450 وانتوا تقدروا تفصلوا تاخدوها ب400. في منها الشكل ده وفي منها الاسود السادة. دي برضو جميلة الصراحة، عجبتني اكتر حاجة الاسود السادة عجبتني. واللي عجبني فيها اكتر انها مش رخمة وضخمة كده ومجسمة، لا خفيفة كده ولطيفة. فدي من اكتر الشنط اللي عجبتني. في شنط كمان عند واحد تاني او تالت تقريبا، يعني انا صورت لكم كذا حد فبرضو عجبوني. هقول لكم ايه اللي عجبني فيهم اكتر حاجه. بصوا انا هنا بقارن لكم بينهم وبوريكم الشنطه من جوه. والشنطه سوستين يا جماعه، شنطه سوسته كبيره وسوسته صغيره، غير طبعا السوسته الخارجيه بتاعه المقالم. عنده تشكيل كبير من الشنط تنفع الدروس زي دي 240، او دي ب350 تنفع مدرسه ودروس عادي. كل بقى الشنط الثلاث قطع موجوده عنده ب550 جنيه، واللي هي قطعه واحده منهم ب450. تمام. ادي المحل بتاعه وريتهولكوا. ده تاني واحد تحت السنترال. هاخدكوا بقى ونكمل الجولة بتاعتنا عشان نشوف باقي الفروشات بتاعت الشنط او باقي المحلات كلهم جنب بعض. وزي ما انتوا شايفين كده في حاجات مشتركة في الشغل، وفي محلات كده بيبقى حاجات عندها متفردة، يعني هو الشغل ده عنده هو بس. يعني عم احمد الشنط اللي عنده دي مش موجودة عند التانيين على فكرة، اللي هي تمنها 450 دي مش موجودة عند التانيين. في ناس تانية عندها شغل تاني مختلف. تمام. لكن رينج الاسعار ثابت. الشنط المجسمه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، تمام، دي مثلا دي عجبتني قال لي عليها 450. بس لو هقارن بينها وبين اللي 450 عند عم احمد المحل اللي قبل ده، لا التانية احلى. في برضو المجسمين دول اللي هم الكبار شويه دول تمنهم 350 جنيه بكل الوانهم. ماشي، كل الالوان اللي تنفع ولادي وبناتي. المهم ان هي الحجم الكبير. تمام. هي بتبقى سوستتين كبار. تمام. الشنطه نفسها بيبقى حجمها كبير، وتمنها عنده 350 جنيه. عنده كمان الشنط اللي هي تنفع مدرسة ودروس للبنات، تمنها 450 جنيه، اللي هي الألوان البينكي والروز البينكي هو الروز على فكرة، بس ما علينا، يعني الألوان الفواتح كلها اللي تمشي بناتي موجودين عنده. ده محل بقى جنبهم. يعني بصوا انا دخلت كل المحلات اللي جنب بعض تحت السنترال في اول العتبة عشان نشوف الشنط اللي موجودة عندهم. اخر محل هيعجبني فيه حاجات كتير وطولت فيه وهوريكم ايه اللي عجبني واسعاره كانت حلوة، اللي بعد ده على طول. دي برضو ما عندوش شغل غير اللي انتوا شايفينه دول، ما عندوش حاجات جديدة. تمام. كل الشنط الاولاد اللي عنده اللي هي المجسمة اللي تمنها 350 جنيه، او مش هقول مجسمة، اللي هي الشعبي. تمام. اكيد انتوا فاهمين قصدي، اللي هما دول اللي هي الشنطه بتبقى واخده شيب معين او شكل معين كده ما بتغيروش. هي دي ما بتبقاش شنطه كده خفيفه ومرنه، لا بتبقى هي كده عامله زي البوكس. تمام. 350. عنده حاجات تانية بتوصل ل 450. الخامة بتكون اعلى شوية، نفس شكل الشنطة بس الخامة اعلى شوية، لكن ما عندوش الماتيريال الخفيف اللي وريتهولكوا عند عم احمد. عنده شنط للحضانة بتبدأ من 200 جنيه و160 جنيه. تمام. بس برضو نفس الشغل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. تمام.
حطوا لايك للفيديو لو وصلتوا معايا لحد هنا، وقولولي هل استفدتوا من الجولة ولا لأ، ومين زي لسه ما اشتراش شنط المدارس، مين متأخر زيي ولسه ما جابش شنط المدارس، قولولي في الكومنتات. في بقى الشنط اللي هو عارضهم بره اللي قدامكم دول، تمن الشنطة فيهم 400 جنيه سواء الاولادي او البناتي. تمام، الشنط دي حجمها كبير. تمام، تنفع برضو اعدادي مش بس ابتدائي لانها كبيرة ما شاء الله، وتنفع كمان ثانوي عادي، على حسب بقى كل واحد هيستخدم الشنطة ازاي. المهم ان هو تمنها 400 جنيه. حتى برضو الشنط دي بس خلي بالكم ان هو عنده المحل ده بالذات يعني الشغل اللي عنده كله شغل قديم، ما عندوش حاجات جديدة، وكمان الشنط نفسها تحسوها متبهدلة كده لو خدتوا بالكم يعني. فانتوا لفوا لفة حلوة على كل المحلات وبعد كده قرروا هتشتروا منين. انا عملت كده يعني، رغم ان انا عجبني الشنطة عند عم احمد، بس كملت الاول ومشيت وشفت بقية المحلات وبعد كده ارجع للي تعجبني. الشنطة عنده بدل القطعة 10، فالف لفتي واشوف انهي اكتر شنطة عجباني عشان ما اشتريش وارجع اشوف حاجة تانية حلوة فاقول لا كنت خدت دي أو افضل او كده. فما تقعوش في الفخ ده، لفوا كويس الاول. تعالوا برضه هوريكم بعض الحاجات اللي موجودة هنا. الشنطة دي تنفع دروس اكتر، تمنها برضه 350. وعنده كمان شنط للحضانة كتير زي ما انتم شايفين كده، بتبدأ من 160 جنيه. وتعالوا بقى عشان اوريكم اخر محل انا رحت عنده، هو برضو تحت السنترال بس ما عندوش رقم يا جماعة، هو اخر محل. لو بصيتي كده اديتي ظهرك المحل ده هتلاقي مول صدنوي في وشك، وده اخر محل شنط تحت السنترال. جنبيه كده على طول عربية على شكل اتوبيس كده فيها شغل معروضات يعني كأنها مخزن كده. تمام، تعالوا بقى بصوا الخامات دي عجبتني جدا. تمام، كل الشنط اللي انتوا شايفينها دي خامتها كلها مستوردة، وكلهم بيقولي ب500 يعني، ما بدأش ب550 ونفاصل، فمعنى انه قال 500 فبرضه هنفاصل ونوصلها ل450 عادي جدا. لكن زي ما قلت لكم اكتر حاجة عجبتني ان الخامات بتاعتهم خامات عالية واشكالهم لطيفة والوانهم حلوة. وعنده كمان شنط موملي. موملي براند حلو قوي في الشنط الصراحة، انا مجرباه، هوريكم منه تشكيلة حلوة قوي. بصوا انا هنا عند الراجل ده ما صورتش غير الشنط دي اللي هي الخامة اللي تحسوها شوية ووتر بروف كده وبتعمل صوت، مش الكتان اللي هي الشعبي. تمام، بصوا مثلا السودة دي انا قلت لكم ان سعره 500 جنيه. الشنطة حلوة قوي الصراحة، كخامة حلوة جدا. ماشي، لو عايزين تروحوا له زي ما قلت لكم ده اخر واحد بتاع شنط فارش تحت السنترال، اخر محل. تمام كده، تمن اي شنطة من اللي انتوا شايفينها دول 500 جنيه، كل شنطة في منها كل الالوان. ماشي، وبيساعدك وبيدورلك وبيجيبلك مش معروض يعني، عنده اسويلة كده لسه فيها شنط جديدة بيطلع منها عادي جدا، يقولك استني عندي شكل تاني عندي شكل تالت وهكذا. برضو اللي على رصاصي دي شكلها حلو جدا. وعنده برضو الخامات التانية اللي هي بتبدأ من 200 جنيه المقاس 16 و280 جنيه و350 جنيه المقاسات الأكبر. بصوا الخامة، أنا عايزة أوريكم الخامة وكمان التقفيل، وانا هخليه يطلع لي واحدة كمان تكون مفيهاش ورق وهحشينا حاجات كده عشان اعرف اوريها لكم اكتر. قد ايه عجبني الشنط بتاعته بجد، الفينش بتاعها حلو قوي، خامتها حلوة جدا، عملية وخفيفة للاولاد الصغيرين، ما تبقاش شنطة كده عاملة زي الدهية كده على ظهر العيال، لا شنطة خفيفة وعملية يعني، تقلها يبقى على قد الحاجات اللي فيها، مش تبقى هي نفسها فاضية وتقيلة في نفس الوقت، لا. بصوا التقفيل بتاعها تحفة. انا قلت لكم ان هو قال 500 وترسى على 450. تمام، يعني 450 بعد الفصال، حلوة جدا. هوريكم اشكال تانية. بصوا انا هنا بوريكم كل تفاصيل الشنطة لان ده من اكتر الاماكن اللي عجبني الشنط بتاعته. تمام، من اكتر الاماكن اللي عجبني الشنط يعني، بعد ما لفيت ده اكتر واحد عجبني. شايفين الشويلة دي كلها شنط كلها. دي بقى موملي اللي هي فوق الرف اللي هو بيشاور عليه ده، كل دول براند اسمه موملي، حاجته حلوة جدا والتقفيل بتاعه حلو، طبعا مستورد بكل الوانها بقى. تمام، بكل الوانها زي ما انتم شايفين. برضو الموملي تمنها 500 جنيه يا جماعة، وممكن توصلوها ل450 جنيه، وهو نفسه كان بيشكر فيها قوي وبيقول عليها طلب كتير، واكتر حاجة بتمشي معايا هي الموملي دي بكل الوانها. طبعا لما قال لي انا عندي موملي قلت لا طبعا وريني بقى الموملي افضل كخامة بما اني مجرباها وعجباني يعني، فوريها لي.
قد ايه بجد شيك وحلوة، والوانها كمان مركبين بقى كل لونين مع بعض. فقلت اوريكم تفاصيل الشنطة وكمان هوريكم منها كذا لون، يعني هو هيخرج لي بقى منها شنطة فاضية كده ما تكونش معروضة، يعني علشان افرجكم على تفاصيل الشنطة، تبقى الجولة بتاعتنا شاملة كل حاجة وانتي رايحة عارفة انتي عايزة ايه. بصوا عجبتني جدا. بالمناسبة انا جايباها لابني السنة اللي فاتت من وسط البلد، من شارع كلود بيه، في محلات كده بتاعت مكاتب ومحلات شنط، لانه جنب الفجالة على طول. كنت شارياها السنة اللي فاتت ب650 جنيه بالمحايلة، يعني بالمنهدة كمان 650 جنيه، بس كانت اكبر من دول. تمام، كانت اكبر من دول شوية ابتدائي، التانية كانت سودا خالص، واعدادي بقى اكبر، شكلها اكبر سنا، يعني حتى كمان تنفع بقى اولاد كبار، ما تنفعش اولاد ابتدائي وكده. تمام، انا كده وريتكم تقريبا كل حاجة موجودة عنده، وادي شكل الشنط وهي فاضية، اللي هي المملي اللي تمنها 500 جنيه. تمام، وزي ما قلت لكم الراجل ده بيساعدك جدا وبيطلع لك كل اللي انت عايزاه، سواء اللي معروض او لو عنده حاجة كمان لسه ما اتعرضتش بيفرجك عليها. ده شكل الشنطة من جوه، بيفاصل شوية، يعني بيقرب المسافات شوية. وزي ما قلت لكم الشغل عنده اكتر محل عجبني. طبعا انا وريتكم في الجولة دي حوالي 4 محلات او 5 اللي هم موجودين كلهم تحت سنترال العتبة، بكل اشكال الشنط اللي عندهم وكل اسعارها. لو سألتوني انهي افضل مكان نشتري منه، اخر محل ده يا جماعة، ومحل عم احمد اللي هو تاني محل. ده عنده شغل وده عنده شغل، الاتنين مختلفين عن بعض، بس يعني اسعارهم متقاربة واشكالهم كمان. واللي يعجبكم بقى، انتوا شفتوا الجولة، اللي يعجبكم بقى روحوا عنده. وانا كده يعني ايه عملت اللي عليا، بس ان شاء الله برضو لو نزلت وسط البلد عشان اجيب كمان هوريكم. اشوفكم في فيديو جديد وجولة جديدة، مع السلامة.